شكرا زميلي الأخضر. إذا الكل حقق هدفه في هذه المباراة. الكوت ديفوار لم تخسر هذه المباراة، والجزائر حققت نقطة وسجلت هدفين وخروج بشرف وأداء جيد ورائع للخضر في هذه المباراة. معي الآن أحد صناع هذا الإنجاز اليوم، هلال السوداني. رحب بك على الجزيرة الرياضية. اليوم قدمتها أداء وأيضا نتيجة مقبولة نوعا ما. لا ماشي غير مباراة تاع اليوم، هذه ثالث مباراة نقدموا فيها الأداء، الحظ ما كانش معنا. وكما شفت اليوم وين سجلنا هدفين وكانت عندنا الحظ وين نسجلوا، وين قبلنا هدفين ثاني. هاك تشوف هذا فريق شاب وناقص شويه خبره. الحمد لله رانا كما يقول لك رانا بدينا نصيبوا في المعالم تاع الشباب هذو، ورانا نزيدوا ان شاء الله، نزيدوا نخدموا ان شاء الله، نحافظوا على هذه المجموعه هذه اللي من على عامين ولا 3 سنين ان شاء الله حتكون لها شيء كبير ان شاء الله. هذا المنتخب ان شاء الله راح يكبر. وكما المباراه تاع اليوم هذه امام فريق كوت ديفوار اللي اللاعبين تاعو عندهم خبره، ما كما يقول لك احنا ما قصرناش اليوم، من لعبنا حتى اخر دقيقه وين سجلوا علينا في الوقت الضايع ثاني كما الدقائق الاخيره. معليش هذا ما يمنعش من خرجنا من البطوله بشرف، وان شاء الله هذه مليحه لنا المباراه القادمه ان شاء الله وين ناخذوا التجربه ان شاء الله. ان شاء الله. بس لكن شعورك لما سجل هدف في كاس افريقيه طبعا شعور يختلف. لا درك صراحه واحد كان يحوس على الهدف هذا في المباراه الاولى، من الواحد ما سعفوش الحظ من سجلت المباراه تاع اليوم. الحمد لله هذا الهدف ان شاء الله يعطينا الدفع المعنوي للمباراه القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. اذا ايضا زميلي الاخضر معي الان السعيد بن كلام المدافع الجزائري. سعيد اول شيء رحب بك على الجزيره الرياضيه. اداء ونتيجه تعادل جميل جدا، قدمتوا اداء رائع، لكن اليوم سجلتوا اهداف. صح، هذا بالك شيء ناقصنا في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية. صفر بالك سجلنا هدفين في بريمير ميطون في الدوزيام ميطون في الشوط الأول والشوط الثاني. سينا كيف يعني نجيروا لا بارتي كما يقول لك. فوالا بيتيتر نقص الخبرة والتجربة باش نسيو يعني لكن أول تجربة لك مع المنتخب الجزائري وما شاء الله يعني كنت تلعب دائما أساسي وقدمت أداء جميل. شعورك وأنت مع المنتخب لأول مرة؟ لا صراحة يعني كي تقمص يعني الألوان المنتخب، يعني تكون عندك إرادة وشخصية باش يعني تمثل أحسن بلادك. فوالا أنا يسي دو لونوري ماكسيموم. شكرا جزيلا سعيد بالكلام. إذن زميلي الأخضر كان هذا طبعا قبله هلال السوداني وسعيد بن كلام. أعود إليك إلى الاستوديو.